انا عصبيتي عامله كده فاهمه ازاي ايه فاهمه اقفش كده وبتاع هو عصبيته ايه ده ايه ده ايه ده فاهمة؟ ايه اللقطه دي؟ يعني قابلت ريكا على كذا مرحله. يعني اول مرحله كان قابلته في الصيد، كان صغير قوي، كان بيلعب كوره وبتاع، فحسيته ايه ده شاب روش صغير وكان شاطر. وبعديها في اشتباك بعد الفيلم على طول، بعد بعد فيلم لا عمرو. مؤاخذة. ايوه بعد لا مؤاخذة على طول. الشباك كنا انا عندي 15 سنه وانت كنت 20 وكده. هو كان منطلق خالص، كان فعلا رايح ومبسوط، كان باين عليه ان هو مبسوط بالدور وعايز يشتغل وكده. انا فاكر انت كنتش بتستحمل في مده اسبوعين عشان الكاركتر وبتاع يعني كان في عندي حاجات بتفرج عليها. انا بقى كنت بتفرج دايما على الناس وبتعمل ايه وكل واحد بيشتغل ازاي. يعني فاكر كان بيجي لي زمان كنا بنقعد مع بعض انا وهو فاهم، نقعد بقى ايه نتكلم بقى على التمثيل وايه هو التمثيل، ونقعد بقى ايه كنت انا متعلم حاجتين فاكر يعني ايه ادهم لي بقى يعني هم دول وبتاع. فكان ادتني كتاب ازرق كده بتاع ستانسليفسكي، قلت له رجعهولي ولا انا قريته ولا رجعته. انا كنت سالفه اصلا من حد معايا في الدولاب. انا فاكر كنت انت في المرحله ايه عايز تفهم انت عايز تكمل هروح كوره فين؟ ولا عايز تكمل تمثيل، وما شاء الله كنت شاطر في الاثنين. فكانت انت خدت كده لحظه في حياتك قررت هو التمثيل، وديك هو يا باشا نجم قد الدنيا يا باشا معاك. في مهرجان الجونه اهو. يعني مره كنا بنعمل مشهد وهو قفش جامد وجه المخرج قال لي بقول لك ايه شوفه عشان انا مش عارف اتعامل معاه. قلت له خلاص سيبه لي انا هتعامل معاه. قلت له لا يا احمد في ايه مالك؟ قلت له خلاص قلت له يا ريس سيبه شويه انا مش عارف اتعامل معاه، اسيبه شويه كده يروق وبعدين نبقى نتكلم معاه كمان شويه. يعني انا لما بقفش بدخل لجوه، هو لما يتعصب بيطلع لبره. يعني فاهم قصدي؟ انا لما بتعصب بقفل على نفسي على طول. يتكلم اقعد اقول له يا ابني في ايه مالك؟ يقعد يجز كده فما بفهمش.